السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن تغيير زيت الموتور ازاي والفلاتر. ده كان تعديل للفيديو السابق، كان فيه بعض الاخطاء، معلش سامحوني. فانا قررت ان اعمل فيديو جديد علشان اعدل لكم الموضوع الخطأ ده ان شاء الله. خليكم معاي وتابعوا الشرح. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعملوا اعجاب، وما تنساش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. عشان ما اطولش عليكم، بسم الله نبدأ. اول حاجه يا شباب نرفع الكبود اهو، ندوس على الزرار كده لفوق عشان نرفع معايا الكبود، علشان اوريكم الطريقه ازاي، طريقه تغيير زيت الموتور والفلاتر. لحظات كده بس يفتح معاي الكبود. تمام كده يا شباب اهو. هنيجي هنا في حنفيه اهي تحت الفلتر زي ما انتم شايفين، حنفيه اهي. هتفتح الحنفيه هينزل معاك زيت الموتور، هتغير الزيت القديم. وده فلتر زيت الموتور، ده فلتر زيت. هتجيب المفتاح الفلاتر وهتركب فيه وهتحل شمال كده معاك، هيتحل معاك فلتر الزيت. تمام كده يا شباب. هنيجوا الجنب التاني ان شاء الله. في معانا زيت، في معانا معلش فلتر جاز اهو، نفس النظام. هتركب الفلتر وهتحل شمال، هيتحل معاك فلتر الجاز. وده برضو فلتر جاز فاصل. تمام كده يا شباب. معانا دي فلتر جاز فاصل وفلتر جاز تاني اهو. ومعانا الجنب التاني فلتر الزيت اللي هو فوق الحنفية مباشرة، ده فلتر الزيت. تمام كده يا شباب، ده فلتر الزيت. ودي الحنفية، هتفتح الحنفية وهتستنى يتصفى الزيت على الاخر خالص، وبعد كده هتربط الحنفية وتحط الزيت الجديد. بعد ما تربط الضبة هتحط الزيت الجديد معانا في العلبة دي. هتحل كده برضو شمال، هتفتح الغطا ده وهتفضي الزيت الموتور الزيت الجديد. وبعد كده هتربط من هنا، وبعد كده هتقيس بالمقاس بتاعك تشوف مظبوط ولا عايز زيادة ولا عايز ناقص من المقاس كده. تمام. بس هو غالبا يعني لما انت بتحط مثلا على حسب اللودر، كل لودر ليه ميزانية محددة، فانت هتشوف مثلا الكمية اللي انت بتحطها كل مرة هتيجي معاك ولا هتطلع ناقصة ولا هتطلع زي. تمام كده. بس يبقى احنا عرفنا نغير زيت ازاي لللودر، طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ننزل معانا الكبود اهو بتاع اللودر. تمام كده الكبود معايا بتاع اللودر بينزل. وبكده ان شاء الله يبقى خلص معانا فيديو اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.